يا صباح الخير ويا صباح الفل واهلا وسهلا بيكم واهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد اللي نوروا القناة. يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هو المفروض اللي انا كنت عايزة ابدأه مختلف شوية. كنت بتكلم معاكم في الفيديو وبشرح لكم كل حاجة وبحكي لكم حكايات ومش عارفة ايه، وان كنت يعني اللي هو نبدأ الفيديو نعيش الأجواء كلها مع بعض، ومكنتش ناوية بصراحة أسجل فويس أوفر خالص. بس للأسف لما جيت أشوفه بعد كده اتلاقيت صوت الاير فراير كان عالي جدا وصوتي ما كانش واضح قوي. فالجزء الاولاني كده هسجله معاكي فويس اوفر، وبعد كده بقية الفيديو هتعيشوا معايا الاجواء على طبيعتها بدوشتها بعشوائيتها بكل حاجة. فانا صحيت بدري كالعادة. في المدارس الساعة 6 بصحى بقوم اعمل اللانش بوكس للولاد. انا هنا بعرفكم الفرق بين الولد وبين البنت. تقطيع الخيار بين الولد بالشكل اللي انتوا شفتوه، وتقطيع الخيار للبنت لازم يبقى قلوب وحاجات كده. ف يعني انا مش بميز والله، بس هما اللي بيحبوا كده. يعني انا عندي عمر مش بيحب الحاجات دي، يعني هو شايف نفسه كبير. فلا انا مش هروح المدرسة بالقلوب والارنوبات دي يا ماما. فالمهم انا كنت عايزه اقول لكم كمان ان قطع الخيار اللي بتطلع لبره دي انا اللي بفطر بيها، وهتشوفوا الحاجات البواقي اللي هتبقى انا اللي بفطر بيها برضه. يبقى انا كده فطاري معروف، بواقي اللانش بوكس انا اللي بفطر بيها. عشان بس الناس اللي هتقول انت بتودي الخيار ده فين، بترميه او حاجه، فلا طبعا حرام. فانا اللي باكل الحاجات دي كلها بعد ما بيمشوا بالسلامه. بحط الحاجات دي في طبق زي ما انتم شايفين كده، وانا اللي باكلها. فبس. وهنا بقى بدأت أعمل ساندوتش النوتيلا التوتو. دي الماكستيلا اللي احنا كنا جايبينها مع بعض في فيديو المشتريات. بصراحة طلعت حلوة جدا، بتتفرد بسهولة على التوست، وطعمها حلو قوي. يعني طعمها يعني قريب قوي من النوتيلا الأصلية اللي هي المقاطعة. فحلوة قوي، اللي عايز يجربها واللي ولاده بيحبوها يجرب النوع ده، حلو جدا. هنا عملت التوتو ساندوتش على شكل أرنوب أو دبدوب، هي اللي كانت طالبة الشكل ده. هنا العيش أنا طلعته حطيته في الميكرويف الأول لأن ما كانش لسه فك، مع إنه كنت مطلعاه من بدري من الفريزر بس ما فكش. هو هنا أنا كنت بشوف اللانش بوكس هياخد الساندوتش على بعضه ولا لأ، والحمد لله ظبطت. يعني كنت بجرب الأول لأن اللانش بوكس ده يعني ايه حجمه ضيق، يعني صغير شوية مش كبير قوي. بس انا عندي الولاد بيحبوه بصراحه، خامته حلوه قوي. كويس يعني شغال. بالنسبه انا بحط لهم كمان حاجات سخنه الناجتس وكده، فخامته كويسه قوي يعني ما يتخافش منه. انا يعتبر كده خلاص بنفنش اللانش بوكس، علشان شفتوا انا كده شفتوني وانا ام شاطره. انا حاسه ان انا ام صالحه سيكا، فبرافو عليا. هنا حطيت لهم زبادي وعصير، لان بصراحه النهارده ما اخدوش مصروف. بياخدوا المصروف يروحوا يجيبوا بقى حاجات مش كويسه وانديمو وحاجات من دي. فقلنا نخليها يعني اقدر اتحكم انا في الحاجات اللي بيشتروها شويه. وهنا توتو كمان كانت طالبه ان انا اعمل لها بوب كورن، فعملت لها هي وعمر. وبس كده، وبعد كده هروح اصحيهم. يا مساء الفل. الولاد مشوا من المدرسة من هنا وأنا نمت ولسه صاحية حالا. فنازلة كده على السريع أجيب كام حاجة من السوبر ماركت عشان أعمل لهم الأكل قبل ما يجوا. هنا نزلت جبت حاجات من السوبر ماركت. أنا النهاردة هعمل مكرونة بالبشاميل، واتلقيت لحمة الحمد لله. بس ما لقيتش لبن وما لقيتش مكرونة، فنزلت جبتهم. ويلا نجهز الغدا قبل ما الولاد يجوا. الولاد لسه قدامهم بالظبط نص ساعة بالكتير قوي وهيكونوا في البيت، فيا دوب نلحق نعملها. انا طلعت هنا الموزاريلا
تفك على ما اعصج اللحمه واعمل البشاميل وكده يكون الموزاريلا فكت. انا هنا ولعت على ميه المكرونه وهبدا اعصج اللحمه. حطيت بصله مع شويه زيت مع سمنه، وهستنى البصله تدبل بس شويه وبعد كده احط عليها اللحمه. انا هنا حطيت اللحمه تاخد بس لون شويه، وهحط لها بهارات فلفل اسود، بهارات 7 او مشكله زي ما عندكم، وهحط لها كمان بابريكا ومعلقه صلصه وممكن واحده مرقه وبس. هنا انا حطيت 3 معالق بشاميل على 3 معالق زبده او سمنه زي ما عندكم، بس انا ما كانش عندي سمنه، عندي زبده. وهسيب بس الدقيق يسيح كويس وبعد كده انزل باللبن. انا بحب البشاميل يكون خفيف، ما بحبوش تقيل ابدا، فبحب كده صينيه البشاميل تكون ايه، جوسي كده في نفسها. انا هنا حطيت مكرونه سباكيتي وهنا اللبن حطيت فيه البشاميل، حطيت فيه مرقه دجاج، وحطيت فيه ملح وكمان وهنا كانت صينيه المكرونه خلصت الحمد لله، بس كنت بحط لها كده وش جبن يديلها يعني تحميره حلوه، وكمان بيدي طعم حلو قوي لصينيه المكرونه. وبصراحه هي كان طعمها بيجنن، فالحمد لله الولاد عجبتهم جدا، بألف هنا على قلبهم، اكلوا منها واتبسطوا قوي منها. الفيديو النهارده كان خفيف، اتمنى ان هو يكون عجبكم. واتمنى كمان ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، تعملوا كمان كومنتات حلوه، واللي لسه ما اشتركش في القناه اتمنى ان هو كمان يشترك. هنا الولاد بعد ما اكلوا احنا بدأنا خلاص معركه المذاكره، وبعد كده دخلوا ناموا الحمد لله، وبدأ الوقت بتاعي. يلا اشوفكم بكره في فيديو جديد، يلا سلام.